ما بتحبش بعض، اصل مش عارف ايه، بيبصوا لبعض الفلوس. بمجرد النتائج يعني تبقى كويسه، ما حدش هيقول الحاجه دي. ما احنا كسبنا كتير قبل كده، ايام ما كنا بنكسب مثلا كاس وافريقيا والدوري وبتاع، وكان في لعيبه تاخد طرديات، بس ما حدش كان بيتكلم ان احنا بنكسب. يعني انت بتطمن دلوقتي جمهور الزمالك ان الاوضاع؟ بص حضرتك، انا كحازم يعني، كحازم طبعا. لا انا اقول حاجه كحازم، ان انا ما بحبش موضوع الطرديات، ان انا مش عارف مين اخترعها في نادي الزمالك او في مصر عموما. انا ما دام مضيت عقد بثلاث سنين، يبقى انا العب الثلاث سنين. انا مش ماضي عقد عشان العب سنه وبعدين اقول لك فين الطرديه. ما انت جاي لي عشان سنه، انا جاي لي عشان 3 سنين لازم تبقى كويس. فانا ما بحبش الطرديات، يعني ما بحبش اللعيب اللي هو يلوي لي دراعي ده كحازم، ومن زمان وانا بقولها وانا لعيب كوره. بس انت شفت بعينك في السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا طرديات كتير، يعني انت شفتها تحت نظرك كده، اذا كنت انت بقى بتطنش وما بتبصش. لا ما اعتقدش. بص اقول لك حاجه، ممكن اصل هي مش طرديات. يعني انا مثلا حضرتك احب اوضح حاجه. مثلا انا عندي لعيب كويس بيجيب لي جوان وبتاع، مش يعني انا بشوفها ان حاجه كويسه ان انا احفزه، مثلا اديله فلوس 5 6 10، اديله هديه، يعني ده تحفيز. كان بيحصل في ايطاليا وانا بلعب بيرهف مثلا، كان لما يجيب جوان بيدوا له حاجات، بيجي له هدايا، يجي له فلوس اكتر. دي حاجه طبيعيه ما دام لعيب كويس. لكن انا بتكلم على الطرديه، ان انا عقدي خلص او مع عقدي لسه فاضله سنتين ولعبت ماتشين كويس، اقول لهم انا مش عايز بقى ابقى زي كذا. تيجي من اللعيب دي حاجه انا ما بحبهاش. لكن انا مثلا شايف ان حضرتك مجتهد في شغلك، زي ما حد بيجي حضرتك يديك علاوه، دي حاجه انا شايفها طبيعيه وفي الدنيا كلها موجوده يعني. صح. بس احنا بنشوف برضه في نادي الزمالك تحديدا انه بتفضل بعض الامور معلقه. انت عارف بقى النغمه الجميله في مصر كلها، انا جاي لعرض من النادي الاهلي وجاي لعرض من نادي تركيا اللي مش عارف ايه واي هجس ايه، عشان اعلي. مش الكلام ده موجود ولا ايه؟ صح، موجود وبشكل. والله بص اقول لك حاجه، يعني كمجلس اداره مثلا في نادي الزمالك اللي هيجي يقول الكلام ده هتلاقي العقد ويمشي يعني. هتقول له مع السلامه؟ لا، اللي يجيب العقد ويمشي يعني. ان نادي الزمالك اكبر ان هو يقف على لعيب كوره، يجيب العرض. هو مش هيجيب، ما حدش هيجيب حاجه. يعني انا بمارس التاريخ اللي فات ما حدش جاب حاجه. بنقرا في الجرايد عروض ما حصلتش. وما حدش، هو عمرو يعني عمرو مثلا، لكن ما حدش بيجي له حاجه يعني. لكن انا اعرف ان انت كان جالك عرض رسمي. مجلس اداره الزمالك في الفتره اللي جايه بيمر باكتر من عنق زجاجه. سيبك من الكوره يعني، لكن في حاجات كتير جدا ومسؤوليات انت حسيت بيها من اول جلسه، مش كده؟ صح. ايه التحدي الكبير قدام المجلس؟ ان الانكم، الفلوس، تدخل فلوس ازاي النادي؟ ساعه الازمه الناس قالت لك في لجنه تنميه موارد وعايزين نجيب فلوس كتير هم ان شاء الله هنعملها في النادي يعني. بس فعلا هو تنميه الموارد يا كابتن اللي يدفع لي ولا اللي يعمل لي نظام سيستم يجيب لي فلوس يعني؟ لا، يعمل نظام. مش كده ممدوح عباس على فكره يعني عايز يعمل نظام ان يدخل فلوس النادي، مش اللي هو يقعد يدفع. يعني هو برضه بني ادم في الاخر عنده طاقه، يعني مش هيقعد يدفع طول عمره وبعدين ده نادي. والزمالك كبير بيتهيألي عنده، الزمالك كبير وعنده امكانيات وعنده زملكاويه كتير، بس بره مستخبي، يعني مش مستخبين بس ما حدش بيخليهم يخشوا. هي دي مشكله الزمالك. هيخش ازاي والفرقه بتتكعور كل شويه؟ انا بقول لحضرتك دي مشكله الزمالك، انه ما بيعرفش يستقطب الزملكاويه اللي بره النادي. في زملكاويه كتير مثلا من احسن رجال اعمال في مصر، ومن وزراء ورجال اعمال وناس مشهور يعني. في ناس كتير جدا زملكاويه، بس احنا ما كناش بنعرف نستقطبهم، بالعكس كنا بنخليهم يبعدوا عنا. يا اما هو يعني جاله احباط من كتر لا اما جاله احباط، لا اما ما حدش اهتم بيه، لا اما ما شافش مثلا حب يخش لقى معامله جافه فقال لك انا ابعد، لا حب ناس تبعده بره النادي، ما لقاش بيئه معينه. دي حاجه برضو ان شاء الله يعني، ان انا شايف ان في زملكاويه كتير موجودين وكتير جدا وفي معاهم افكار كتيره وان شاء الله. بس انا مش عايز اتكلم في حاجات هم يقولوها بقى المجلس دكتور محمد عامر، لكن ان شاء الله هيبقى في حاجه كويسه باذن الله يعني. انا طبعا يعني بحييك ان انت يعني برضو يعني بتمسك نفسك ان انت تتكلم عكس ناس كتير جدا. اول ما يكون عضو مجلس اداره بتلاقي الخطابه اشتغلت والاستعراض العضلات. على فكره حاجه يعني، وانا مثلا بلعب كنت بعد لما الاقي واحد مجلس اداره يجي ما حدش عارفه مثلا ومسك في الموضوع قوي وبيبقى فرحان، كنت اقول ليه يعني ده هو مجلس اداره. بس انا لما بقيت مجلس اداره يعني انا متعود على الصحفيين ومتعود على الاعلام برضو. بس اليوم اللي بقيت عضو مجلس اداره فيه ما تتخيلش حاجه كميه التليفونات والبرامج. فانا نفسي لو يعني انا مش متعود فعلا دماغي هتلف من اللي بيحصل. فجاه واحد مثلا مش معروف خالص وفجاه يلاقي نفسه في الاعلام وفي التلفزيون، في الاهلي او في الزمالك رايك بيتقال ايه وبتقول رايك بينزل في الجرايد كلها. فغصب عنه انا شايف ان ده طلع طبيعي انه فعلا بيجي له هلع يقول لك لا انا هقعد.
حاجه انا حسيتها، بقول لحضرتك وانا بلعب كل يوم والناس كلها بتكلمني وبطلع في جوان كتير، بس اليوم ده بالذات مثلا حسيت قلت فعلا الناس دي عندها حق انها يعني دماغها تضرب شويه. بس انا شايف ان يعني انت تحديدا المسؤوليه كبيره عليك جدا، يعني المسؤوليه زادت عليك جدا وانت داخل مجلس الاداره. الناس النهارده ما بتتكلم عن الكوره بتقول حازم مثلا يعني. امبارح حتى في الماتش وانا ماشي داخل ملعب الناس محملاني يعني، والله بص مش حاجه حازم يعملها لوحده يعني. الناس اللي مجلس الاداره لو مش محترم وناس عايزه تساعد فعلا وعندها ديمقراطيه، يعني مثلا في المجلس قالوا حازم يمسك الكوره، ما حدش قال لا انا هخش لو سمحت، فاهم حضرتك؟ ما فيش اللي هو عشان انا اطلع في الصوره، لا الناس عايزه تشتغل للنادي. يعني مثلا لجنه هندسيه دكتور مهندس علاء ومهندس عماد، خلاص ما حدش بقى يخش فيها. فالناس بصراحه عايزه تساعد النادي باي شكل، شايفين ده هيساعد في كده خلاص هو مسك. دكتور صبري على مثلا النواحي الماليه والاداريه ومش عارف ايه، الدكتور يحيى نفس الكلام، كل واحد ليه سيستم وان شاء الله يعني نمشيها. يعني لجنه هندسيه ولجنه اجتماعيه ولجنه، بس نلحق نعمل حاجه. لا حلو قوي، بس انا بتكلم عن لجنه الكوره بقى. يعني انا النهارده عشان برضو من خلال منطلق ان كره القدم هي التي بتقود مسيره وبتبين النجاح. جيلك مش هو اللي بيحكم الكرة في الزمالك، ولكن ممكن اقول جيل حماده امام، جيل احمد مصطفى، جيل نبيل نصير، جيل المجموعه دي، حتى مش حسين سيد ولا الجيل اللي بعديه. هذا الجيل ناويين ان انتوا تشوفوا يعني الجيل بتاعي؟ لا مش الجيل بتاعك، الجيل القديم، جيل حماده امام وجيل نبيل نصير وجيل احمد مصطفى، الجيل ده رفعت والناس دي واحمد رفعت والكابتن ابو رجيله، الناس دي اكيد هيبقى ليها دور. الناس دي كده لا يعني هي اللي هتتكلم في الكوره ولا حازم والمجموعه الشابه هي اللي هتتكلم في الكوره؟ بص حضرتك يعني اكيد انا شايف ان مفيش جيل، يعني انا مثلا ممكن عندي اراء معينه ان انا شفت مثلا، رحت طلعت بره وسافرت وشفت حاجات، لفيت، ممكن في ناس اكبر مني ما يبقاش شافوها، عندهم الخبره لكن ما شافوهاش. انا ما عنديش الحكمه او ان هو يشوف لقدام زي الراجل الكبير مثلا. الاحترام مهم جدا. انا بقول لحضرتك يعني اكيد لازم اي حاجه يبقى فيها زي الفئه الكوره بيبقى فيه الكبير اللي هو الخبره والصغير اللي هو بيجري كتير. لازم يعني ما ينفعش حد يبقى حد واحد بس الشباب كله والخبره دي ما يبقاش ليها دور. لا يعني انا ممكن ابقى متسرع في حاجه، لكن الراجل الكبير هو عارف ايه اللي بيحصل فعلا، ايه اللي حصلت له قبل كده كتير الموضوع ده، فعارف ايه اللي هيحصل قدام لو مشيت كده او مشيت كده. بالظبط. فلا اكيد طبعا الناس دي هيبقى ليها دور ان شاء الله. يعني انا بشوف نتمنى ذلك يعني ان شاء الله. في مصالحه جوه نادي الزمالك حسيت بيها؟ انا بقول لحضرتك يعني مثلا احمد جلال ابراهيم، جينا استاذ ياسر ادريس، انا مش عايز اسمي ما تقولش يعني قصدي في يعني قصدي بقول لك دول مثالين، مثلا دي جابها ودي جابها. يعني كان مع دكتور اسماعيل وياسر كان مع المندوب الحسيني يعني. فده بيبين ان الناس عايزه توقف النادي على حيله، مش مهم مين ماسك دلوقتي لغايه السنه دي ما تعدي او 3 شهور. دكتور عبد الله جورج دخل في المنظومه دي كمان؟ مين؟ دكتور عبد الله جورج. دكتور عبد الله امبارح في الماتش، عمرو الجناني كان في الماتش مع انهم يعني مش في المجلس ولا حاجه، وكان دكتور عبد الله كان مرشح نفسه، راجل من اول واحد قاعد امبارح في الماتش بيتفرج، كان في ماتش الاهلي برضه معايا. الزمالكاويه بيحبوا الزمالك كتير والله وعايزين يوقفوا الزمالك. انا بقول لحضرتك اللي حصل في موضوع الانتخابات ده، ويعني اللي هو زي ما بقول لحضرتك اللي هي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم. ان هو الناس، هو المجمل طبعا وحش ان هو ما حصلش انتخابات، بس خلى الزملكاويه يخافوا على النادي شويه، يحسوا ان النادي بقى ابتدى ما بقاش نادي، هيبقى حاجه يعني بقى هزار كل شويه، في انتفاضه زملكاويه شويه. ان شاء الله. يعني بغض النظر مين اللي ماسك يعني انا ما بتكلمش على اشخاص احنا او حد تاني، المهم النادي يبقى كويس الفتره دي لغايه تيجي انتخابات ب4 سنين، بغض النظر مين يكسب فيها، اي حد ونقف وراه، الناس كلها تقف وراه يعني ان شاء الله. انت يعني حطيت رجلك في مجلس الاداره، عندك احلام في الاداره بعد كده؟ ان شاء الله. انا كنت بقول دايما هخش، بس مش الدوره دي اللي بعديها. عندك احلام اكبر من كده؟ احلام ان شاء الله ابقى رئيس نادي باذن الله، مجلس اداره، انك تبقى في منصب اعلى ثم رئيس لنادي الزمالك، حاطط في الحسابات كده؟ حاطط في الحسابات كده، بس لازم اشتغل كده من خلال ان اعمل حاجه، يعني مثلا الناس محملاني الكوره مثلا، ان اعمل حاجه الناس تحس بفرق في الكوره. لو ما عملتش مش هبقى ليها حاجه يعني، فلازم اعمل حاجه كويسه. وبقى النتائج دي مش بتاعتي، ممكن تعمل كل حاجه والفرقه تخسر، لكن نحاول ان احنا نظبط الدنيا، ان اللعيبه يبقى ما عندهاش يعني تطلع بعد ما تشوف احنا اللي قصرنا، ما فيش مشاكل ولا حاجه يعني. ده اللي بنحاول نوصله ليهم يعني ان شاء الله. هو طبعا انا معاك انه النتائج بتعمل اللي عليك وبعدين النتائج بتاعت ربنا، لكن عاده الانسان اللي بيخلص وبيأدي مع شويه توفيق بتمشي الامور ان شاء الله. مش كده؟ في حاجات كده ساعات ايه تبقى زي كويس قوي لكن التوفيق مش موجود، مش ماشيه معاك. هل النوايا الحسنه متاثره؟ مش عايز يعني مش عايز يبقى كل كلام دبلوماسي يعني. لا والله العظيم انا شايف ان النوايا غير حسنه بين كل افراد الاسره الزملكاويه. ده النادي كله مش النادي كله.
كان طبعا اكيد في يعني ناس يعني انا بقول ده حتى فريق الكوره، يعني لو عندك نيه حسنه جوه التيم في ناس وبتلعب. كانت بس قبل المجلس، يعني ايام قبل الانتخابات وكده، كان في ناس لما مثلا صفقه تفشل يبقوا مبسوطين جدا ان الصفقه فشلت. او في ناس لما حد يعمل صفقه يقول لك ازاي يعمل صفقه، ده المجلس موقوف ما ينفعش يعمل صفقه، المجلس مش عارف ايه. يعني دي حاجات انا يعني كزملكاوي، طب انت يعني متضايق من ايه؟ ده راجل بيصلح في الفرقه، مش مهم يكسب بقى ولا يخسر، كنت بتحس بيها، وفي ناس كانت بتفرح ان الفرقه بتخسر اساسا. وفي ناس قبل الماتشين الاهلي اللي هم قبل ماتش الاهلي قبل الانتخابات، في ناس كانت كان في ناس مبسوطه ان الزمالك هيخسر. بس انا ما بحسش ان دول زملكاويه بصراحه، يعني ما بعدهمش زملكاويه. لا هي ده بيبقى واحد زملكاوي في الخير بس لو هو موجود، لو في الشر هو مش موجود ما بيبقاش زملكاوي. انا ما بحبش الناس دي بصراحه. انا لو بحب الكيان بتفرق ان انا بحب شخص، مش كده؟ دي مشكله نادي الزمالك. يبقى لازم يبقى الناس تفكر انها تحب الكيان. لا، هي دي مشكله نادي الزمالك. الناس بتحب افراد. الفرد ده موجود هشجع النادي، مش موجود هيبقى نتمنى ان هو يخسر عشان التاني يجي. هي دي المشكله، ما بحبش النادي اللي انا جيت فيه. احنا بنتمنى كابتن حازم، بس دلوقتي الناس الدنيا اتظبطت ان شاء الله، يعني اتمنى ذلك. لا ان شاء الله احنا نتمنى للزمالك طبعا انه يستقر. بشكرك شكرا جزيلا، نورت صوتك امانه، وان شاء الله صوتك يوصل لكل الناس، لكل الزملكاويه، لكل الجمهور. صوتك حمل للزمالك النهارده يعني بعض التفاؤل بالمستقبل الافضل ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر الزميل والعزيز اسامه ابو زيد رئيس التحرير. بشكر كل أسرة البرنامج وفريق العمل والسادة المصورين الجمال اللي جنب خلف الكاميرات. بشكر محمد طلعت، بشكر المخرج الروائع محمد إبراهيم. على وعد إن شاء الله بلقاء جديد الأسبوع القادم، وتصبحوا على خير.